لو سمحتوا ركزوا معايا شوية علشان أشرح لكم الحكاية. الحكاية مش زي معظم الحكايات بتبتدي مع أتوبيس المدرسة وذكريات الدراسة وورقة أصحاب الطفولة. حكاية جميلة دايماً كانت بتبتدي بدري شوية مع شنطة المدرسة. يلا بقى يا هايلة، عايز يلحق الباص. جيمي جاتلنا نشاط البيض اللي عليها تفش القرنبيط. حطيت الباباص. يو يا جميلة لحقتي تخلصيه. المرتة اهي، حد ياكل مرتة في المدرسة؟ المصدقة يا حبيبتي كلها كلها. النبض مفتكرها. شوف سرعة الترسيب. نوبل هايلة. ده انا عندي ساينس، مش عايزة حاسة تفوتني. وكانت أهم حاجة بتملى شنطة جميلة غير الأكل طبعاً كتب كلاس الساينس. وزي ما كانت سابقة سنها في الحجم كانت سابقة سنها كمان في الدراسة، وده طبعاً كان بيخلي زمايلها يغيروا منها ومن تفوقها وذكائها وشطارتها. علشان كده عاشت جميلة معظم طفولتها وحيدة وحزينة. متعتها الوحيدة هي المذاكرة والأكل طبعاً. ومرت سنين وجي يوم حفل التخرج من المدرسة الثانوي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الحلاوة دي يا جيمي؟ بقول لك يا جيمي، مش أول ما تروحي الحفلة وتشوفي البوفيه تتهبلي وتنسي نفسك. بالظبط، ادي فرصة لزمايلك عشان ياكلوا حاجة. بقول لك يا جيمي، يا لهوي ارجعي. وبعيد عن الكرنب. بقول لك يا جيمي، كله ليا. بالظبط، والتفاحة دي عاوزك بقى تاكليها هي ودي في السكة. طب معكش برقوق؟ طبعا عامل حسابي. مانجا. مش أوانها يا حبيبتي، والله ما عندي. منجة ايه بقى؟ روحي بقى. يلا ما ترجعي، باي باي، ما تتأخريش. البنت كبرت قوي. هايلة. نوبل. وعلى الرغم من إن جميلة حضراتكم كانت الأولى على دفعتها، ما لقيتش حد تقضي معاه يوم تخرجها لأن أصحابها نسيوا يعدوا عليها وكأنها كيس جوافة بايظة. بذمتكم ده يرضيكوا؟ عموما استمرت معاناة جميلة مع الوحدة حتى بعد دخولها الجامعة. وفي يوم عيد ميلادها في أول سنة ليها في الجامعة عزمت كل اللي تعرفهم وكمان كل اللي ما تعرفهمش، لكن مفيش حد ظهر غير هايلة ونوبل مساعدين باباها الدكتور أينشتاين، وده بحكم إن هم موجودين في البيت أصلاً على طول. عقبال 100 سنة يا جميلة. معلش يا جميلة، أكيد تاهوا زي كل سنة. متشكرة يا هايلة، متشكرة يا نوبل. كل سنة وانت طيبة يا جميلة يا بنتي. معلش، أكيد عندهم عذرهم اللي منعهم. وساعتها حست جميلة إن الوحدة قدر واتكتب عليها، لكن زي قدر كل العظماء استغلت جميلة وحدتها لتطوير مستواها الثقافي والعلمي، وكان قدوتها في ده باباها أستاذ الكيمياء في كلية العلوم الدكتور جمال أينشتاين. ودي بقى يا دكتور عينة من الحجر الغريب اللي لقيناه في زنقة الستات. الغريب بقى يا دكتور ان وجوده جنب نبات زي الفجل بيخليه يطلع ورد، بالاضافه لان وجوده في الشمس بيفرفشه وفي الظل بيكرمشه. على فكرة يا دكتور، كلام نوبل غلط وكلام هايلة برضو غلط. حجر ايه ده اللي وقع في نزلة الستات؟ العناصر دي يا دكتور مش موجودة اصلا. انا برجح ان يكون نيزك من الفضاء الخارجي. نيزك؟ واللي يوقع النيزك جوه زنقة الستات إلا بقى إذا كان نيزك شايل. يا دكتور، خلبوز. ممكن يكون وقع من خرم الاوزون. والخرم ياما بيجيب بلاوي. على كل حال يا أولاد، انتوا هتعملوا إنجاز رائع في الماجستير بتاعكم، والحجر ده هنسميه حجر الحياة. وفي ليلة ما طلعلهاش شمس بدأ الدكتور أينشتاين يشتغل على أهم أبحاثه حجر الحياة، واستمر في البحث سنين طويلة. أحياناً كان بيحس بإحباط وأحياناً كان بيحس بأمل، لكن دايماً كان بيوصل لنتائج مذهلة. أما دي بقى فالجامعة اللي بتروحها جميلة، وهي دلوقتي بقت في سنة تالتة، ورأيها إن أغلب زمايلها دول تافهين وبيحبوا المظاهر أكتر من الجمال الداخلي. دكتور جميلة النفساني قال لها كده، وقال لها كمان إنها لازم تبطل تركز مع الناس وتخليها في حل مشاكلها هي الأول. بس إزاي تعمل كده؟ عندكم مثلا فاطمة دي
كل الطلبة بيعتبروها ملكة جمال الجامعة، مش عارفة على إيه. واللي حواليها دول سارة ودينا الوظيفات، قصدي اللي لازم يبقوا ماشيين حواليها دايما ويوافقوها على كل اللي تقوله. فاطمة دي أحلى بنت في الجامعة، دي مرة كانت معدية من جنبي والبرفان بتاعها هوسني، أنا هموت ونبقى أصحاب. وده كريم بطل الجامعة في الباسكت، واللي معاه دول صفية ومحمود أصحاب. جميلة كانت بتحب كريم وبتعتبره فارس أحلامها، لكن كان زي حلم بعيد مستخبي في خيالها، وهو مركز مع واحدة بس اللي هي فاطمة. كريم ده أروش طالب في الجامعة كلها. يا ابني كريم ده ستايل، يعني ده كفايه قصة شعره، انا هموت واعمل شعري زيه. هي مش مهتمية بيه أساساً، ومن وجهة نظر جميلة ما تستاهلوش، لأن فاطمة واللي زيها دول ما بيهتموش غير بنفسهم وبس. كانت جميلة عايشة على أمل إن المعجزة ممكن تتحقق، وفي يوم من الأيام كريم يحس بيها. لكن ما كانش حد بيحس بيها ولا بمشاعرها، كانت بتحس إن في حاجز بينها وبين زمايلها، حاجز كده شبه الباب اللي كانت بتخبط فيه وهي صغيرة. ولسه بتخبط فيه. كريم كان بيحس بوجود جميلة في وقت الامتحانات وبس، والحقيقة مش كريم لوحده، دي الدفعة كلها تقريبا كانت بتعتمد عليه، وده على رأي دكتور جميلة النفساني برضه. كان بيعودها مشاعر الوحدة وعدم الثقة اللي دايما عايشة بيهم، وكمان كان بيديلها فرصة إنها تقرب من كريم. وفي يوم حر من أيام أجازة الصيف، جميلة قاعدة زهقانة بتاكل وبتتفرج على كرتون كالمعتاد، حصلت حاجة غيرت مجرى حياتها وتفكيرها. عمة جميلة الصغيرة خلعت جوزها بعد ما اكتشف إنه اتجوز عليها الشغالة، وعلشان تنسى قررت تتخلص من أي حاجة تفكرها بيه، وبالذات بنتها جنى. مش فاهمة حد يرمي ولاده كده وبعدين الناس تشتكي من الانحراف. ميس يو سو ماتش. ميس مور جانا، عاملة إيه؟ الحمد لله. سوري بقى يا جميلة، هضطر اقعد معاكي في اوضتك قد سنتين 3 لغايه اما ادبر نفسي. ما انتي عارفه عمتك عملت فيا ايه، قدري بقى. ما تقوليش كده يا جانا، انت هتقعدي معايا هنا على طول على طول. معرفش ايه الانسانه دي، قررت كده فجاه مع نفسها انها تمحيني من حياتها باستيكه، ولا كاننا عشره وكلنا مع بعض عيش وملح في الدنيا كده. بذمتك في الدنيا كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حبيبتي لا. مع الوقت بقت جنى صديقة جميلة الوحيدة واللي عارفة كل أسرارها. حبوا بعض جدا، ولقت جميلة مع جنى فرصتها إنها تتخلص من الوحدة وتبقى على راحتها وتنطلق بقى. في نفس الوقت كان أينشتاين بيكمل أبحاثه عن سر حجر الحياة. كان بيحلم بحاجتين، المجد وإنه يلاقي حل لمشكلة جميلة. كانت كل تجاربه على الحيوانات وأغلبها تجارب فاشلة، لكن ده ما يمنعش إنه نجح مرة في تحويل قرد عانس لملكة جمال القرود. يا بختهم. نوبل هايلة. نجحنا يا ولاد، نجحنا. وكمان ظبطها بعريس. ربنا يسعدكم. وهنا قرر أينشتاين إنه يغامر ويبدأ تجاربه على البشر، وكان السؤال ساعتها يا ترى هيبدأ بمين؟ آن الأوان نتعاون بجد. دكتور اينشتاين، انا طبعت لحضرتك الجدول الدوري اللي ان شاء الله هيبقى طفره في الانشطار النووي، الاحلال الاحادي مع الاحلال المزدوج، اثاره من هنا. ايه ده؟ ايه يا دكتور؟ دكتور اينشتاين انت بتعمل كده ليه؟ ايه الصوت ده؟ دكتور اينشتاين بتفكر في ايه؟ انت بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ اوه لا لا دكتور. هايلة. لكن للأسف من كتر ما هيلة ونوبل اتهاروا من تجاربه، ما بقاش حد عارف إذا كانت التجارب دي نجحت ولا فشلت.
كده فيا؟ انا حاسس انه انتهك عرضنا العلمي. كله تعرفي اعمل فيا ايه؟ ما تقلقش يا نوبل، انا هتجوزك عشان استر عليك يا حبيبي. هايله نوبل. وفي لحظة يأس قرر أينشتاين ينسف مجهود سنين من البحث عن سر حجر الحياة. لم معظم هدومه في شنطتين سفر وخد معاهم اكتئابه وإحساسه بالفشل، وقرر يهرب في أجازة طويلة لجبال التبت حيث الهدوء والراحة النفسية. وما بقتش عارفة جميلة إمتى هيرجع وإذا كانت هتشوفه تاني ولا لأ. برضه ما فهمتش ايه علاقة البنت اللي انت حكيتي لي عنها بعقدتك؟ ما هي البنت دي تبقى جميلة يا دكتور اللي هي أنا. يا سلام، انا كده فهمت. البنت دي هي انتي. مين بقى حضراتكم واشرح لكم واحكي لكم؟ وليه بتكلميني بصيغة الجمع؟ حضرتك والأخ اللي وراك ده أكيد كان في يوم من الأيام بني آدم ولازم نحترمه. لازم نحترمه. انا كده فهمت يا جميلة. مشكلتك مش عندي، انت عاوزة دكتور تجميل. يعني إيه؟ يعني لازم تخسي، تعملي عملية تشيلي بيها اللغد ده. بس ما تقولش لهم. طيب الو دكتورة شروت. اهلا ازيك يا دكتور؟ في الحقيقة دكتورة أنا عندي حالة عاوزك تشوفيها. اوكي، طب يا ريت تشرح لي ايه الحالة بالظبط. هو في الحقيقة دكتورة الموضوع يطول شرحه. طيب ممكن بقى تقول لي انهي منطقة بالظبط اللي هي عايزة تظبطها؟ هي عايزة عملية تجميل في لا هي بصراحة عايزة تجميل في الحقيقة مش عارف أقولك أبتدي منين. هي بصراحة عايزة تتفور كلها. وهمتك معانا بقى دكتورة، انت خبيرة خبراء التجميل. اوكي خلاص، ابعتها لي العيادة وانا هتصرف معاها. متشكر قوي يا دكتورة، الله يكون في عونك. مع السلامة. أنا كلمت لك الدكتورة شروت أستاذة التجميل. الدكتورة شروت دي معجزة التجميل في هذا العصر. هي اللي في إيديها تخليكي ست تاني. تقصد إيه؟ أقصد يعني هي اللي في إيديها ترجعك جميلة من تاني. تقصد إيه؟ لازم تغيري روتين حياتك اليومية، وبعدين النتيجة قربت، عشان كده أنت متوترة. ابعدي عن الكيمياء شوية، اتفسحي. انحرف يعني؟ تنحرفي؟ هي الفسحة يعني انحراف؟ انحرف يا جميلة. انحرف. وفي أول حفلة من حفلات الجامعة قررت جميلة إنها تبدأ رحلتها مع الانحراف، وبنفس روح الاجتهاد اللي عند جميلة حاولت في الحفلة دي إنها توصل لقمة الانحراف. وللأسف زي ما لقيتهم بيعملوا عملت وزيادة، لكن ما كانتش تعرف إن الوصول لقمة الانحراف هو نفس الطريق للقاع، وإن الانحراف زي ما ليه ناسه ليه أحجامه. بعدها ما فضلش قدام جميلة غير جنى علشان تلاقي لها حل. وجدتها يا جميلة، وجدتها، لقيت الحل. وجدتها يا جميلة، وجدتها، لقيت الحل. حل إيه؟ دكتورة شروت لتجميل كل ست.
عارفاها، بس انت يا جنى ما سمعتيش عن البنت اللي عملت عمليه تجميل وانفجرت؟ انفجرت ايه؟ هي مولوتوف. بطلي خوف وجبن بقى. انا خلاص اخدت قرار. جميله، انتي صاحبتي وقريبتي، يعني 2 في 1، وانا خايفه عليكي. العلم غير كل حاجه في الدنيا، وانتي مسيرك في الاخر لبيتك وجوزك. وطبعا من سابع المستحيل، لا سابع ايه، من عاشر المستحيلات انك تتجوزي وانت كده، يعني never ever forever. بس انا لسه عندي معامل وابحاث وحاجات كتير عايزه اعملها. خلاص يا جميل، خليكي كده لغايه ما تعنسي وتقهري قلبي عليكي. اعنس؟ الحقي نفسك قبل ما الفاس تقع في الراس. سيبينا النهارده يا جنى، عشان انا موضوع النتيجه ده موترني وعايزه اعرف اعمل ايه. إلهي يا رب تنجحي يا ست البنات وتخلصي وتبقي زي الفل، واشوفك في بيت العدل يا رب. دكتور خلف الله حفل علينا في ماده البيولوجي، كلنا شلناها وش. الدكتور ده معقد، راجل غريب، تحس ان هو بيتضايق لما ينجح حد. الحمد لله ان احنا نجحت في بقيه المواد، ولا كانت تبقى مصيبه. امال جميله عملت ايه؟ كريم، ممكن تشوفي انا عملت ايه؟ كريم، هو انت بتشوف ايه؟ ها؟ هو احنا نجحنا؟ طب ممكن تشوفي انا عملت ايه؟ هو انتوا علقتوا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، انت بتتفرج على ايه؟ هو احنا نجحنا؟ ها؟ لا يا بابا، هو اصلا انسان معقد، دي الدفعه كلها سقطت في البايو. انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل ايه. الدكتور ده بيغير منك، عشان كده نقصك في الدرجات. انا اجيب جيد جدا، بس ده وصمه عار في تاريخه هو كدكتور ان انا اجيب جيد جدا. ما تزعليش يا حبيبتي. جميله ايوه يا كريم. جميله، انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. الو رحتي فين؟ ايوه يا كريم، معلش اصل انا وقعت، قصدي الموبايل وقع مني. طب انزلي دلوقتي مكتبه الجامعه حالا، عايزك في موضوع مهم جدا، بس بسرعه قبل ما فاطمه وكده يجوا. حاضر جايه. باي. ايوه كده يا جامد. يلا بقى قومي البسي علشان ما تتاخريش على المز. نامي. جميله جيمي يا حلو، عايزك. طبعا انت عارفه انت مهمه قد ايه بالنسبه لي، صح؟ لا ما اعرفش يا كريم، عرفني. طب انا عايز اقول لك حاجه بس متردد. تردد ليه؟ ما انت بتتكلم مع كل البنات عادي. لا، كل البنات الا انت. اشمعنى انا؟ يعني عشان انا بحترمك يا سيدي ما تحترمنيش. نعم؟ قصدي ما تختبرنيش. مصدقاك. طب انا عايز اقول لك حاجه مش عارف ابدا منين. انا معجب، يعني معجب انت. ايوه ثانيه بس، انا معجب بدماغك وعايزك تشرحي لي بيولوجي. ايه؟ ما هو انت الوحيده فينا اللي بتنجحي. طب ما انا طول عمري بشرح لك، ايه الجديد يعني؟ لا، انا عايزك تشرحي لي محاضره عشان اعرف اعوض الترم اللي فاتني ده. حاضر. احنا عندنا كام كريم؟ انت فعلا جميله. انت قلت ايه؟ فعلا جميله. ايه اللي انت قلته ده؟ انت قلت ايه؟ ايه اللي قاله ده؟ ايه اللي قاله ده؟ ايه اللي قاله ده؟ مالك يا جميله؟ مالها دي جميله عادي يعني. على رايك. ايه ده؟ تفتكروا ايه اللي مزعله؟ ما اعرفش، تعالي نسال كريم، هو اللي كان قاعد معانا. يعني بقينا بنقعد مع جميله من غير ما يكون في امتحانات ولا حاجه. وايه المشكله يعني؟ ما طول عمري بقعد معاها، انا بس من ساعه ما شلت بيولوجي بقيت هي اللي بتذاكر لي. والله؟ ما فاكس بقى يا جماعه الكلام ده. احنا دلوقتي بربطه المعلم بالصلاه على النبي كده شلنا بيولوجي كلنا ما عدا بنت الدحاحه اللي اسمها جميله دي. يبقى نسمع كلامها ونفهم سر نجاحها، يمكن ننجح زيها بدل ما احنا عمالين نبلط في السنه دي.
مش عارفة ليه كده، أنا ساكتة كل ده خوافة ليه. إمتى هتجرأ وأقول هالو وأبقى على باله وأشغل عيني؟ متلخبطة مش عارفة ليه كده، أنا ساكتة كل ده خوافة ليه. إمتى هتجرأ وأقول هالو وأبقى على باله وأشغل عيني؟ كل ليلة أنا بجيب في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. كل ليلة أنا بجيب في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. بيكون قصادي بمشي واتكسف ولوني يتخطف من شوقي ليه. مشكلتي مجننة لي يعني أنا حالتي قلقاني آخرتها إيه؟ كل ليلة أنا بجيب في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. كل ليلة أنا بجيب في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. كل ليلة أنا بجيب في سيرته للقمر وللنجوم، فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. كل ليلة أنا بجيب في سيرته فين ما كنت شايلة معايا صورته وبنام حضناه كل يوم. هو قال لك كده؟ ياه ياه جميلة، معقولة؟ أيوة. مش يمكن بينادي عليكي؟ لا، هو قال لي انت فعلا جميله، يبقى ما كانش بينده. مش يمكن شارب حاجة مثلا؟ اه صح، ممكن يكون ما كانش في وعي، بس المهم انه قال عليا جميله وخلاص. لا شوفي بقى يا بنت الناس، احنا ما عندناش الكلام ده، ما تخليش حد ياكل عقلك. اللي عايزك يدخل الباب من بيته، يدخل البيت من بابه ها، ويكتب عليكي. احنا مش ناقصين اشتغالات يا بنتي. معقوله انا اتجوز كريم؟ ده انا كان يجرى لي حاجه. تفتكري ممكن يتجوزني؟ ما هو ماله، ما احنا في زمن المعجزات. وانتوا هتتقابلوا تاني امتى؟ بكره هديله اول حصه. تا 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 كده بقى ننفذ الخطة سنو وايت. ايه الخطه سنو وايت دي؟ اسمعي يا ستي، انت تقابليه وتاخدي معاكي تفاحة وتحطي في التفاحة منوم. اول ما يقدم التفاحة يغمن عليه، تروحي بايساه كده، يفوق يلاقيكي في بقه، قصدي في وشه، ياخدك بقى في اي تاكس ابيض، لا تاكسي ايه، في اي تريلا بيضة، ويطلع بيكي على القلعة. هي كان حته. مش عايز. انت متاكد؟ مش عايز.
طب انت فهمت؟ لا انا في الحاجات دي ما شاء الله عليك يعني بجد بفهم منك احسن من الدكتور نفسه. بجد يا كريم انت بتحرجني. لا والله بتكلم بجد. طب اذا كان كده انت ايه مواصفات فتاة احلامك؟ مواصفات فتاة احلام يعني تكون بنت كويسه، تهتم بنفسها، شكلها كويس، وايه كمان؟ ويكون يعني جسمها مظبوط. عدي دي طيب. لا ما عديهاش. يعني لو جسمها مش واو يعني. مش واو يعني ازاي؟ مليانه شويه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا سلام، يعني لو فيها كل المواصفات بس تخينه زيي. حرام عليك ده انا بحبك. وانا بكرهك. معلش يا حبيبتي ما تقهريش نفسك، ده مفيش راجل يستاهل. الخطه سنو وايت باظت يا جنى، باظت وما خدش ولا قطمه من التفاحه. طب سيبيني افكر، ده انا خططي كتير. ارجوك يا جنى فكري، انا مش متخيله حياتي بدون كريم. بصراحه ربنا رحمه. ايه شفتي؟ كنت بقول لازم تسمعي كلام الدكتور وتعملي عمليه شفط. وانا قلت لك انا خايفه انفجر في العمليه. خلاص خلي كريم يطير مني. لا كله اللي كريم يطير مني، كله اللي كريم يطير. هفكر. وماله دول هم يدخلوا انبوبه شفط ويشفطوا 3 4 طن وهتبقي زي الفل. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا بيكي يا جميله في عالم التجميل. احب اقولك انك اخترتي المكان الصح علشان تحلي مشكلتك. انا الدكتوره شروت لتجميل كل ست، هخليكي تبقي فت. يعني في امل يا دكتور؟ طبعا. ايه انت بتتكلمي مع الدكتوره شروت؟ ده نص مشاهير العالم خارجين من العياده دي. مشاهير العالم؟ طبعا. ايه انت ما قريتيش عني ولا ايه؟ طيب ما سمعتيش عن اخر عمليه انا عملتها؟ ده انا لسه مظبطه الفتحه اليمين في مناخير جينيفر انستون. جينيفر انستون؟ ايه ما سمعتيش؟ كان عندها فتحه اليمين اصغر شويه من الفتحه الشمال بنص ملي، ظبطتها لها على الشعره. على كده حضرتك عالميه يا دكتور. طبعا. طيب انت شفتي الفيلم الاخير بتاع توم كروز؟ ميشن امبوسيبل 4. ايوه. خدتي بالك بقى من توم كروز وهو بيهرش في راسه كان صباعه الصغير جميل ازاي؟ لا ما خدتش بالي. ولا انا. المهم بقى خلينا فيكي، قولي لي بقى انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ هو الدكتور ما قالكيش؟ هو قال لي، بس انا احب اسمع منك انت. انت بقى عايزه تشفطي في حته معينه ولا نتكل على الله ونشفط كله؟ اشفط ايه؟ انا جاي اعمل دايت. دايت ايه يا جميله؟ لا الدايت ما ينفعش في حالتك دي خالص، لازم شفط. لا يا دكتور انا ما اقدرش اشفط، انا بخاف من العمليات جدا. انا جاي هنا عشان اعمل دايت. هو حضرتك مش الدكتور شروت لتجميل كل ست؟ ايوه بس انت مش اي ست يا جميله، انت ما ينفعش معاكي غير الشفط. لا انا مش هشفط، شوفي حد غيري تشفطي له عن اذنك. والله احسن، ده انا كنت خايفه على جهاز الشفط لا يتسد. القمر النهارده مكتمل، بيفكرني بتجاربي عن تحويل الانسان لمزقوق. مزقوق؟ ايوه مزقوق. تعسف الآلة بيمنعك من الإحساس بطزاجة اللحظة الرومانسية يا نوبل. احساسك الغير مشبع ده هو سر مشاكلنا. نوبل هايله. فين الدكتور اينشتاين؟ عارف يا نوبل ما تبقى واقف انا عند مش همشي غير لما تقولي لي فين الدكتور اينشتاين. عارف يا جابر لو ما مشيتش من هنا انا هقول لدكتور اينشتاين يلغي لك الرساله بتاعتك دي. ليه كده يا هايله؟ يلا نجرب من هنا يا حشره المعامل. انا حشره المعامل يا عنصر احادي التفاعل. انا احادي التفاعل يا عنصر خامل غير نشط يا احادي النيترون. ويا ريت احادي نيترون، ده حتى ما حصلش هيدروكسيد الكربون. لا حوش الذره اللي عماله تطرطش منكم. طرطش؟ في عالم يقول طرطش يا عرة العوالم. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مين ده؟ وايه اللي معاه ده؟ ده جابر تلميذ دكتور اينشتاين. حشر الدكتور اينشتاين. حشر الدكتور اينشتاين، وباين عليه كده اشعاع الحجر كل دماغه. حجر ايه؟ حجر الحياه. غبي. وريني كده. سايناي بلاك ستون ده بيعمل ايه ده؟ حضرتك ده فخر الاكتشافات، مجموعه من العناصر النشطه اتخلطت كلها بقت في حجر واحد. We know that it can make planets more green, more beauty, more happy
مور شايني، مور سكسي اند مور. حد يقول كلمه زي دي؟ انا قلت حاجه، ما انت اللي عماله تقولي. اسمع، لو عايز تاخد الماجستير وتنجح سيب البحث ده هنا وما تجيبش سيره للدكتور خالص غير لما انا اقول لك. ولا عايز تبقى زي جيمي؟ مش مصدقة، انتي طلعتي عبقرية مع اني كنت شاكة. بصراحة الحجر ده سحري. تلاميذ بابا كانوا عاملين بحث عبقري بس ما عرفوش يكملوا لي الاخر. وطبعا بما انك اذكى عالمة كيمياء في مصر قدرتي توصلي لكده. جميلة، ايه رأيك ناخد الحجر ده ونعمل منه كريم بشرة وانا همسك الموضوع ده؟ صدقيني هنكسب فلوس كتير قوي. اوعي تقولي الكلام ده تاني، انا مش ممكن ابيع الابداع بتاعي، كمان مش عايزه حد يبقى جميل بمجهودي. فهمتك يا انانية، طارت السبوبة. المهم دلوقتي نفسي اشوف وش كريم لما عينه تقع عليا. تفتكري هيقول عليا ايه؟ اكيد هيفتكرك واحدة ثانية. واحدة تانية؟ طبعا، اذا كنت انا انتمتك ومعرفتكيش امال هو هيعرفك ازاي يعني؟ يعني ايه؟ يعني مش هيعرف ان انا جميلة؟ شور بيبي شو. طب وبعدين هعمل ايه دلوقتي؟ تا 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 كده بقى مفيش قدامنا غير الخطة سندريلا. يا سلام، وايه بقى الخطة سندريلا دي؟ اسمعي يا ستي، انتي تنزلي تضربي طقم شيك اخر موضة وتروحي تقابليه، واوعي ترجعي بعد الساعة 12 علشان يقول علينا بنات مهذبين متربيين. وبعدين
نفذي الخطه، ما تنسيش الشياكه واللياقه والدقه. طب افرضي كلامك طلع غلط وحد عرفني، اعمل ايه ساعتها؟ تاني يا جميله، انت ما شفتيش نفسك كنت عامله ازاي؟ ده انت ما فيش شوز كعب كملت معاكي لفه حوالين البيت، كلهم انفجروا من الاحمال اللي انت كنت شايلاها. خلاص استني بكلمه. ايوه يا كريم. جميله، ما جيتيش ليه النهارده؟ معلش يا كريم، عندي ظروف ومش هعرف اجي الجامعه اليومين دول. ظروف ايه دي بقى؟ ظروف ايه؟ معلش عملت عمليه ليزك وعينيا تعبت شويه، والدكتور قال لي ما عرضش عينيا في الشمس لحد يعني ما اخف وكده. طب الف سلام عليك، الف سلام عليك. بيقول لي الف سلامه عليكي. برافو كملي. المهم جنى بنت عمتي جايه الجامعه كمان شويه، لو سمحت يا كريم تشتري كتاب الكيمستري وتديهولها، انا سمعت انه نزل في المكتبه وعايزه ابدا مذاكره ومش عارفه انزل. طب بصي، هستناها في المكتبه انا ومحمود. متشكره قوي يا كريم. تعالى بس نجيب كتاب الكيمستري ده نديه لحد كده. ايه ده، هو نزل؟ جميله بتقول نزل يبقى نزل. قشطه. يا كريم. لا مفيش، بس جميله عامله عمليه في عينيها، فهقابل بس جنى بنت عمتها دي عند المكتبه ادي لها كتاب. تيجي معانا؟ لا مش طالبه خالص. على فكره يا جماعه بقى اللي عامله كريم ده صح قوي. امال هتشرح لنا ازاي يعني؟ طبعا انا معاكي، ساره عندها حق على فكره. مش كنا نقوم نشوف جنى بنت عم الجميله دي عامله ازاي؟ نشوفها ليه يعني؟ ما كريم راح يديها الكتاب، وبعدين هي هتلاقي نفس جميله. يلا انزلي. انزل فين؟ تروحي تجيبي منه الكتاب. اطلع من هدومي وانا اروح ليه؟ انت مش لسه قايله لي اقول له جنى بنت عمتي جايه تاخد منك الكتاب؟ يا سلام، واحده في سني يا عاقله يا متعلمه هتروح تقابل اصحابك ازاي؟ جنى دي تبقى انتي. انا ازاي؟ مش انتي دلوقتي بنت عمتك؟ لازم يكون ليكي اسم جديد. صحيح. واحده زي القمر كده عايزه يكون اسمها ايه غير جنى؟ لوجيك. عندك حق. تفتكري هعجبه؟ انت شكلك كده من كتر ما بصيتي على نفسك في المرايه نسيتي يعني ايه بنت حلوه. افهمي بقى، ده انا اديتك اسمي. طب اخد معايا ورد؟ صبرني يا رب، هلاقيها منك ولا من نوبل وهايله. نفذي اللي موجود في الورقه بالحرف الواحد، ولا تنقصي ولا تزودي، فاهمه؟ حاضر. هو احنا في انهي سطر؟ هتشل حد الحل يا جماعه، هاتوا لي الاسعاف. ما قلتليش انا معلم شكلها ايه الموزه دي؟ بنت عمك جميله يعني اكيد شبهها. معلش انا عارف ان انت كل مره بتضحي عشاننا. انا بضحي يا راجل، حرام عليك، بتنقذنا في الامتحانات، على الاقل نرد لها الجميل. ماشي يا حنين. ايه ده؟ طب بقول لك ايه، روح انت رد الجميل وانا ارد في مكان تاني. روح. ده ايه ده مين دي؟ مش عارف. انت بتسالني انا مين دي؟ لا تصيع عليا، انا مش عارف مين دي. والله ما اعرفها. دي معانا في الجامعه؟ مش عارف. طب دي جايه علينا؟ باين كده. لا دي بتضحك لي كمان. باين كده. طب يا روح شوف انت بس بنت عمك جميله وتعالى تاني. يلا التصيع انا شفتها الاول، ما تحورش بقى. الاول يا محمود احنا هنتخانق معاك. هاي، انا جنى. وانا محمود. جنى بنت عمك جميله؟ هي مش كلمتك؟ كلمتك. ايه كلمتك؟ كلمتني. انا كريم. هاي يا كريم. طب اتفضلي. اتفضل فين؟ يعني استريحي، انت لسه جاي من السفر يعني سفر ايه؟ سفر يا محمود؟ لا انا مش عارف سفر ايه الحقيقه. طيب فين الكتاب؟ كتاب ايه؟ كتاب الكيمستري. فين الكتاب يا محمود؟ في ايدك. في ايدي. انت عايزه منه ايه؟ هي جميله قالت لك ايه بالظبط؟ جميله قالت لي يعني اوكي ثانك يو. باي يا قمر. بقول لك ايه، سلمي بقى على جميله وقولي لها الف سلام على القمر. ايه ده؟ مين ده يا معلم؟ انت مالك بتهتل ليه كده ومزدهل كده؟ مش عارف ليه يعني، بس كنت بحاول اخد بالي من كلامي معاها. هو انت بتبقى كده وانت واخد بالك؟ انا اخوك، ما انصحكش تاخد بالك تاني ابدا. بس ازاي دي بنت عمك جميله؟ مش عارف. بس تصدق فيها حاجه منها؟ يا راجل حرام عليك، لوثت صوره المزه اللي في دماغي. استحاله طبعا. تصدق ممكن. عملتي ايه؟ نفذت اللي في الورقه بالظبط. برافو عليك. هنعمل ايه دلوقتي؟ نسيب المواد تتفاعل ونستنى النتيجه. طيب تفتكري النتيجه بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بصي يا جميله يا حبيبتي، انا عايزاكي تسمعي كلامي، وانا هوقع لك الواد كريم ده مش هياخد في ايدي غلوه. مش انتي نفذتي الخطه؟ خلاص يبقى نسيب النتيجه دي بقى بتاعت ربنا. يا رب بقى، نفسي كريم يحبني بقى والنبي يا رب بقى. اطلعي يا جميله بطلي هبل. حاضر.
جيتوا بسرعه يعني. ده انتوا فاتكوا اهم لقطه في الجامعه. ايه طلعت اتخن منها؟ ونسخن منها. اسخن يعني ايه؟ يا جماعه بنت عمة جميله هتكون عامله ازاي؟ اكيد برميل زيها. استني بس نسمع. بنت عمة جميله طلعت مزه. بقول لك ايه، مش طالبه هزار. لا مش هزار، البنت فعلا قمر. قمر ازاي يعني؟ مش فاهمه. قمر اكدب؟ لا ما تكدبش. ما انت معذوره، اصلك ما شفتهاش. انت لو شفتيها ممكن يغمى عليكي اساسا. قشطه، تيجي بقى تخرج معانا هي وجميل. هي ايه اللي تيجي تخرج معانا؟ هو اي حد وخلاص. وفيها ايه يعني يا فاطمه؟ لا ما فيهاش اي حاجه. انا شايف ان البرنسيسه فاطمه محروقه وبتولع من جواها قوي كده. خليك في حالك يا محمود. الحقيقي في حرامي في الفيلا. حرامي ايه؟ سرق ايه؟ معرفش، بس شكلهم عصابه كبيره من اللي بيسرقوا الابحاث العلميه. ها؟ وعرفت منين طيب؟ المعمل كله مقلوب ولسه الدكتور كله سرق. دول بيضربوا كلاكس يا ماما، كلاكس. يا خبي، هو في عصابه قبل ما تيجي تسرق بتضرب كلاكس وهي داخله؟ ما هي دي الغلطه اللي هيقعوا فيها، ما انت عارفه ان مفيش جريمه كامله. يلا نشوف يا نوبل. يا نهار اسود، ده باين لهم معاهم مفتاح. يا لهوي، بلغ البوليس يا نوبل. البوليس إيه؟ انت فاهم؟ عارفه يعني ايه بوليس؟ يعني على ما يجي يكونوا ذبحونا. يا لهوي هيذبحونا. لا مش مهم، طب ما احنا نسلمهم الابحاث من غير اي مقاومه. امال ايه؟ سلمهم الابحاث؟ طول عمري شاكك فيكي انك جاسوسه ومزروعه هنا من زمان، عشان كده افضل شك فيا لحد ما يكسروا الباب على دماغنا. الله يخرب بيتك. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نستخبى ورا الكنبه. فكره هايله. نعم يا حبيبي. لا مش انت انا بتكلم على الفكره. هايله. نوبل ده وقته. تعالى من هنا. كده تعجبيني قوي. بس انت ما قلتليش ايه الخطه الجديده. الخطة الجديدة، لا استني. الخطة الجديدة هي أليس في بلاد العجائب. يعني هنعمل ايه؟ اصبري بقى، أنا جايلك في الكلام أهو. طلع واحد بس كويس، انا كنت فاكرهم عصابه. احنا كده اكتر منه، ممكن نهجم عليه ونربطه وبعد كده نسلمه لدكتور اينشتاين يشوف شغله معاه. ايوه يا نوبل، ايوه، لحسن انا اتهريت حقن. بصي انا هعد ل3 وبعد كده نهجم مع بعض. ها بس مش ههجم لا حاضر ماشي. حاضر. لا ان شاء الله. الحركات دي انا عارفها. لا اوكي. طب يلا 1 2 3. يا جنى ابوس ايدك، ركزي، ابوس ايدك يا حبيبه مامي، ده مستقبل. طب أنا عمري خذلتك في حاجة قبل كده؟ لا. عمرك شفت زليكة زيي؟ لا. طب من الآخر كده، عندك حد يكتب لك خطط غيري؟ لا. طب خلاص، طمنتيني كده قوي. طب واحد آيس كريم تاني بقى؟ لا. هتخنق يا حسالة. على مين ده؟ احنا معلمين، لما الباب يخبط بنعرف بره مين. أنا الدكتور يا دشت بشري. وكمان بتقلد صوت الدكتور. أنا الدكتور أينشتاين يا فيران التجارب منك ليها. فيران تجارب؟ ده طلع عرفنا. يا نهار اسود، ده طلع الدكتور اينشتاين فعلا. يا نهار اسود. الحمد لله على السلامة يا دكتور. ايه اللي عمل فيك كده؟ زحمة المواصلات. والله يا دكتور ما عرفناك، ده انت شكلك اتغير قوي. والعمر بيجري وشكلك بقى واحد تاني. ايوه، ده بصراحه افتكرناك حراميه. بجد؟ بس احنا دافعنا عن المعمل لاخر قطره في دمائنا. برافو عليكم يا ولاد. أنا هديكوا امتياز في الماجستير. يلا جاتكوا البلد. المشكله يا ابني ان ساره بتعتبرني مش موجود قدامها، زي ما اكون هوا بالظبط. والله انت اللي فكسان، ما قلت لك يا ابني خش لها على الدغري، انت هتحور ليه بقى؟ دغري ازاي؟ مش لما اشوف منها اي اهتمام الاول بدل ما شكلي يبقى وحش. يا حبيبي اقول لك استناها هي لما تيجي تتقدم لك وبعد كده بقول لها سيبيني افكر. تصدق ان انا غلطان ان انا بتكلم قدام واحد زيك؟ ولا انت ايه رايك يا عم كريم؟ لا بقول لك ايه، سيب كيمو دلوقتي سرحان كده في كذا حوار مش فايق لك. حوار ايه؟ ما انت ما شفتش جنى. جنى بنت عمك جميله؟ المعلم من ساعه ما شافها هو مش شايف حد قدامه. ولا يا كيمو؟ مش عارف ليه شاكك ان ده مش دكتور اينشتاين. مش هو اللي قال علينا ان احنا فيران تجارب؟ خلاص، هو حد غيره جرب علينا قبل كده؟ على رايك صحيح. على فكره الطقم بتاع جبال التفت ده هياكل منك حته. نوبل هايله. مين المزه دي؟ دي راكبه عربيه جميله. الراجل باين عليه اتخبل وبقى بيجيب بنات البيت. اتاريه بقاله فتره بيبصبص لي. يمكن يكون جايبها يجرب عليها تجربه جديده ولا حاجه. شوف الراجل عشوائي الفكره. من خيبته خد قد بنته. يا حرام، البنت لسه صغننه. نوبل هايله.
كل ده بتنزلوا المعدات؟ حاضر، جايين اهو يا دكتور. هوبا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا الدكتور اينشتاين، عالم في الكيمياء. انا جميله قوي قوي. يا بابا، انا جميله بنتك. ايه يا جميله، احنا مش اتفقنا ان احنا هناخده جوه وبعدين نصدمه عشان ما يلمش الناس علينا؟ طيب تعالى ندخل جوه وانا هفهمك على كل حاجه. لو انتي جميله فعلا اديني اماره. حجر الحياه. رائع. ما كنتش اتصور ان البحث بتاعي يعمل كل ده. نعم، بس ما تقولش بتاعك، ده انت بقالك 5 سنين نازل هدي وتجارب في المعمل، ولا في الاخر جميلة عملته في يومين. مين اللي نقل لها حالة الفشل بتاعتي؟ لو سمحتي اديني البحث بتاعي. بحث ايه؟ التجربة اللي عملتيها. بس دي حاجه تخصني انا. ايوه، البحث ده بتاعي انا. ريح نفسك يا دكتور، البحث ده ملوش ورق غير في راسي وبس. بس خلي بالك يا جميلة، الحجر ده احنا لسه ما نعرفش مضاعفاته، عشان كده انت لازم تتحطي تحت الملاحظة. ملاحظة ايه؟ هو انا في المستشفى؟ لا، مش في المستشفى ولا حاجة، بس احنا مش عارفين ابعاد الموضوع. الحكاية خطيرة. شفتي اللي حصل لهيلة ونوبل؟ مالهم؟ ما هم زي الفل هم. عن اذنك يا بابا، عايزه اعمل تليفون مهم. تعالي معايا يا جنى. هيلة، نوبل. ده كريم. ارد اقول له ايه؟ ده تاني مره يتصل. هتقولي له ايه يعني؟ قولي له المكتوب في الخطه أليس إن وندرلاند. حاضر. بجد مش عارفه من غيري كنت هتعملي ايه. الو. ايوه يا كريم. ردت اقول لها ايه؟ جميله ازيك؟ كتاب الثيوري نزل، مش عايزه النسخه بتاعتك؟ ثيوري ايه؟ انا ما سمعتش انه في كتاب نزل. لا نزل، ده انت لازم تجيبيه كمان، عشان بصي يعني عندنا كويز كمان شهر، لازم تذاكري كويس جدا. ما تخلي بقى جنى تقابلني في اي حته ادولها. انا متشكره بجد يا كريم، مش عارفه اقول لك ايه. انا عارفه انك بتعمل كل ده عشاني. طيب خلاص، اقابلك في الكافيه بعد ساعه. قصدي هبعت لك جنى بنت عمتي تقابلك تاخده منك. طيب اوكي، باي. يا ابن اللعيبه ما تقولش. شفتي الراجل مش مستحمل يصبر لغايه بكره. انا مبسوط جدا ان انا هشوفها تاني، بس لازم تكوني تقيله ازاي بس؟ ده كريم. بقول لك يا معلم، انت بتبقى ليه متلخبط لما تيجي تتكلم على البنت دي بالذات، مع انك بتكلم اي بنت زي البغبغان؟ مالك انا في ايه؟ لا جنى دي لبستني في حيطه. واي حيطه. المهم دلوقتي ان اقدر انفذ باقي الخطه. انت مش محتاج خطط، سيب المواضيع تمشي. احسن حاجه دلوقتي اني هقابله. على رايك، المهم ان انا اشوفها تاني. يس. متشكره قوي على وقفتك جنبي، قصدي جنب جميله بنت خالي. لا ما تقوليش كده. على العموم هي كلها كام يوم وجميله تخف وترجع الجامعه تاني. لا براحتها، الحاجات دي لازم تاخد وقتها. طيب هو فين الكتاب؟ كتاب ايه؟ كتاب الثيوري، جميله قالت لي كده. انا نسيت الكتاب. ايه؟ امال جميله تذاكر منين؟ لا ما انا هقول لك، اصل انا وانا جايلك في الطريق حصل لي موقف غريب. يعني شفت بابا صاحبي يعني معانا في الجامعه، انت ما تعرفوش بس جميل عارفاه، كان ماشي قدام بالعربيه، فلقيت العجله اللي ورا تقريبا نايمه او حاجه، ففضلت اجري وراه في الشارع. الراجل مش عايز يقف ومكمل، ففين وفين يعني لحد ما لحقته. على ما ركن بقى وعلى ما وقفنا وشفنا العجله وبتاع، كنت اتاخرت اوريدي، ارجع اجيب الكتاب يبقى مش هلحقك، فقررت ان انا اجي لك انت. الصوت ده موقف وحش قوي يا جماعه. مش كده. جنى التركيبه باظت يا جنى.
حلمي كله اتدمر. انا اتفضحت بصراحة أنا مستغربة. وانا متدمره. المشكلة إني خلاص كنت بدأت أنسى شكلك القديم ده. بس بقى ما تفكرينيش. أفكرك إيه؟ ما أنت كل ما تبصي في المراية كل ما تفتكري لوحدك. حظي النحس. ما هو ده كلام الدكتور أينشتاين، كان لازم تفهمي هو يقصد إيه بالظبط. الظاهر كان عنده حق. المشكله لو هتخن اكتر من كده. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، مفيش أتخن من كده. انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه. انا هنزل المعمل. هتعملي إيه؟ هعدي على عبقري اينشتاين وبعدين اروح المكان اللي بنسى نفسي فيه. فجأة يا عم طلعت تجري. ايه اللي فيها يعني؟ موقف عادي جدا، ما تحورش بقى. لا مش عادي، انا حاسس ان هي هربت مني وفجأة شفت جميلة قدامي. لا يا معلم، هي كده فعلا هربت منك. جميلة يا ابني اللي انت شفتها دي. مش عارف بقى محمود بقى ولا بيتهيألي ولا ايه. عموما اللي حصل ده خطوه كويسه جدا، بس انت فعلا معجب بجنى ولا انت ايه ظروفك؟ مش عارف. مش عارف؟ انت هتعتدني صفيه اللي مش راضي يتحرك ده ولا ايه؟ لا انا هتحرك فعلا واعمل لها سربرايز بارتي، بس عايزكم تكونوا معايا. بتتكلم بجد؟ اه والله. طب اقول لك على حاجة، هعمله لك عندي هنا في البيت. حبيبي. ولا المرة بقى نعزم جنى وجميلة. الحجر ده بيتكون من عناصر نشيطة جدا بتنشط تحت ضوء الشمس وتخمل بالليل. يعني ايه؟ خلاص مفعوله راح؟ لا ما احنا هنبتدي ندون النتائج من النهارده يعني. نتائج ايه؟ انت مش شايف انا حصل لي ايه؟ ما انت كده على طول، ايه اللي جد يعني؟ حرام عليك يا بابا، انت ليه مش عارف تشوف لي حل؟ مسمينك اينشتاين ليه؟ دي اخر مره اثق فيك وفي ابحاثك، انت مش هتقدر تساعدني. جميلة، أنا شفت قبل كده ناس كتيرة تخينة وبتخس ورفيعة وبتتخن، لكن أول مرة أشوف واحدة بتتخن بالليل وبترفع الصبح. دي بقى اللي جديدة هبل. المهم انتي ناوية تعملي ايه؟ هروح اقابله طبعا. احنا لازم نرجع الخطة سندريلا. ليه؟ لأنها راكبة جدا على اللي انتي بتقوليه ده. أختنا سندريلا برضو كانت لازم ترجع قبل الساعة 12 علشان ما تتحولش زيك بالظبط. نفذي الخطة. مفيش خطط، اسكتي بقى. يعني ايه؟ يعني باي. يعني مش هتاخديني معاكي؟ لا. مسيرك هتحتاجيلي يا جميلة. انا اسفه قوي على اللي حصل امبارح. لا مش مشكلة، انت كويسة؟ انا كويسه. جبت كتاب؟ لا انا نسيته. لا بهزر معاك، اتفضلي. هي جميلة عاملة ايه؟ جميله كويسه. الحمد لله.
كنت بفكر نروح انا وانت نزورها. لا طبعا ما ينفعش تشوفنا احنا الاتنين مع بعض. مش فاهم. قصدي لما تبقى تخف تبقى تقابلك. اوكي. جنى انت قاعده معاها من ساعه ما جيتي من السفر؟ تقريبا طب انا كنت بفكر اخد رقمك علشان يعني ابقى اكلمها اطمن عليها طب ما انت معاك رقمها تقدر تطمن عليها او تعمل اللي انت عايزه. طب اسف. ولا يهمني يا جماعه والله، خليها تنفعه. معاكي حق يا فاطمه. يا بنتي مش لما تشوفي جنى عايزه ايه من كريم الاول؟ هتكون عايزه ايه منه غير انها تخطفه مني؟ يا عيني فاكريني بموت فيه. اصلها فعلا زي القمر زي ما قال كريم يعني. والله؟ لا مش قصدي. يا ساره احنا ممكن نقف جنب فاطمه حتى لو جنى احلى منها يعني. ممكن نتكلم بجد شويه بقى ولا ايه؟ بصي انا ممكن اكلم جميله واخليها تبعد جنى عن كريم. لا خالص، خليهم يشبعوا ببعض. وعموما موضوع جنى وكريم ده مش داخل دماغي اصلا. في حاجه غلط كده صح؟ خلينا نتفرج عليهم كده من بعيد. طب ما تديله النمرة. ازاي يعني؟ امسكي الموبايل اهو، عدي الجمايل. ها صدقي ممكن. طب يلا بقى ما تتصلي بيه. لا بس انا خايفه يعرف صوتي. ما انتي تغيري صوتك شويه في التليفون، يعني تعملي كده اي حركات، اي حبشتكنات بتاعت بنات. يلا بقى عيشي حياتك. خليني بس اقابله وانا جميله الاول، بعدين اشوف هعمل ايه وانا جنى. ايه ده؟ ده كريم. يا جميله ازيك؟ ايوه يا كريم ازيك؟ عايز اشوفك دلوقتي حالا. طب ما ينفعش تخليها للصبح؟ لا انا لازم اشوفك دلوقتي. مش انت قلت ينفع تنزلي بالليل؟ طبعا عادي. طيب ما تيجي نتقابل بقى في الكافيه اللي بنتقابل فيه. طب ما تقولي اي حاجه كده عن الموضوع يا كريم. لا يعني مساله حياه وموت. حياه او موت؟ جميلة جميلة، مش فاكرة ما نجحت يا جميلة، هتفضلي طول عمرك جميلة يا جميلة. الحقيقة يا جميلة. فاكره لما سالتيني عن مواصفات فتاه احلامي؟ ايوه طبعا ساعه ما خنقتني. ايوه بالظبط كده. انا بقى لقيتها فعلا؟ ايوه. مين دي يا كريم؟ واحده انت تعرفيها كويس. اكيد فاطمه طبعا. لا انا فاطمه بالنسبه لي بنت جميله معانا في الجامعه، بس يعني مفيش جمال داخلي كده ولا حاجه. امال مين؟ هتتفاجئي. انا قابلت جنى بنت عمتك مرتين او 3 مرات، ويعني اتاكدت ان انا ايه؟ اتاكدت ان انا بحترمها. يا دي النيله، هو انا ماليش حظ معاك غير في الاحترام وبس؟ نعم. كمل بقى. طب انا معجب بجنى بنت عمتك. ده قلت ايه؟ انا معجب بجنى بنت عمتك. طب ما تقول لها. ما هو احنا عاملين سربرايز بارتي لساره، وانا عايز استغل اليوم ده علشان دي حتى مش مديها رقم تليفونها. هي فعلا مش بتدي رقمها لحد. بص انت عارف معزتك عندي قد ايه. انا هديك رقمها بس انت اوعى تقول لها حاجه. لا مش هقول لها حاجه، انا اكلمها اعزمها وانت هتيجي. انت لسه ما ينفعش انزل في الشمس عينيها تبوظ. انت بس كلمها وانا هقنعها تيجي. انت فعلا جميله. احنا عندنا كام كريم؟ نوبل هاي سامحوني يا ولاد. انتهي. قولي بقى بوس ايدك. انا شايفه ان ده وقت الخطه ليتل ريد رايدنج هود. ودي ايه دي بقى ان شاء الله؟ يعني خطتي بتنفع اهو. انتهي بلاش لماضه. اسمعي يا ستي، خطة ذات الرداء الأحمر، يعني تلبسي فستان أحمر قصير وتضربي على الحديد وهو ساخن. مشكلتك يا جميلة إنك ما عشتيش مراهقتك ولا شبابك. يعني هعمل ايه يعني؟ شوف يا حلو، أول ما يطلع النهار
انتي بس لو كنتي شفتي شكل الورد كان عامل ازاي، بجد كان حلو قوي. مبروك يا حبيبتي. انتي كان عندك شك انه هيحبني ولا ايه؟ يا سلام، ما كله من خططي. قصدك من جمالي؟ جميلة. انتي الورد غيرك ولا ايه؟ انتي بس اللي مش عارفة قيمة صاحبتك. بالعكس، ده انتي مسلية جدا بالنسبة لي. بتتخني بالليل وبترفعي الصبح ولا افلام ديزني. انا اسعد انسانة في الوجود. بص يا معلم، انا هقول لك تعمل ايه. انت تتفق مع فرقه جامده من صحابك وتحجز مكان وتعمل حفله وتفاجئها وتجيب لها هديه حلوه وتقول لها. اقول لها ايه؟ ايه يا عم الامور؟ اقول لها ايه؟ ايه الحقيقه ده بالله؟ اقول لها ايه؟ ده بتتكلم جد ولا بتهرج؟ ايوه اقول لها ايه؟ يعني احنا نخلص من كريم تطلع لنا انت؟ ما تقول لها يلا صفيه، اعمل زي ما انا عملت مع جنى. خلاص هحاول. هتحاول؟ لا ده كده كتير. بقول لك ايه يا عم، فاهمه يعمل ايه؟ وانا هروح دلوقتي ابيع لكم كام تذكره كده عشان نحبك الحوار بجد. وانت ما تنساش تكلم كل اصحابها تقول لهم ان انت عامل لها سربرايز بارتي. اوعى تكلمها انا تقول لها. اكلمك ها؟ سلامه ضايع. نفسي تشوفي شكلك كنت بتنفجري. ايه ده؟ ده كريم. طب كويس، ردي. طب ما تنسيش بقى تغيري صوتك. ايوه كريم. ايوه كريم. جنى، نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا. قول يا بيبي. بص، احنا بكره عاملين سربرايز بارتي لساره. انت طبعا عارفه صفيه بيحبها قد ايه وكده، لازم تكوني موجوده. مش انت هتكون موجود؟ اكيد، امال انا بقول لك ليه؟ طيب خلاص انا هاجي. طيب اوكي، انا هاكل على محمود وصفيه برضه وارجع. استنى، هي المفاجأة دي الصبح ولا بالليل؟ الصبح. اشمعنى؟ طب كويس، عشان انت عارف ما اقدرش اتأخر بالليل. لا لا، ما تقلقيش، تمام. خلاص اوكي يا بيبي. باي. باي يا قلب مامي. صبرني يا رب. كريم، انا حاسه ان كاني بشوفك لاول مره النهارده. ليه بتقولي كده؟ مش عارفه، يمكن عشان نظرتك ليا مختلفه شويه. انا حاسس النهارده احساس جديد عليا، بس يعني انا فرحان، بس مش عارف فرحتي دي بيا ولا بيكي. بينا احنا الاثنين. انا شايفه ان كريم بقى مبسوط قوي اليومين دول. على اساس انك محلله نفسيه يعني ولا ايه؟ صعبتها يا بنتي، دي قدامها يومين وهيزهق منها ويرجع لنا. لا انا شايف ان الموضوع بقى رومانتيكي قوي. ايه يا موز يا بنت؟ مالكش في الرومانتيكي ولا ايه؟ ماليش، بس ممكن اجرب. طب ما يلا بينا نجرب. انت عارف ان انا ما اعرفش عنك اي حاجه؟ كل اللي اعرفه عنك ان انت بنت عمك جميله. انا حياتي كلها كانت سفر من بلد لبلد، حتى دراستي كانت عن طريق الانترنت والهوم اديوكيشن.
يعني انا افهم من كده ان انت ممكن تسافري تاني؟ لا يا كريم مش هسافر تاني. انا خلاص لقيت نفسي معاك وقررت اعيش مع جميلة على طول. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ساره. ايه في ايه؟ انت ايه؟ انا عامل لك مفاجاه. ايه ده بجد؟ انا بعشق المفاجآت. بس مش هقدر اقول لك على المفاجاه عشان ما احرقهاش. بصي انا هقول لك بحبك في المايك اول ما الدي جي يوقف ميوزك. ده سر بينا. ها؟ يعني انت في حد قريب منك؟ تقريبا بيقرب. شايفة الناس من ورا نضارتي، ناس غاوية تفاهة من اللي حصل لي، كرهت مرايتي معدتش طايقاها. شايفة الناس من ورا نضارتي، ناس غاوية تفاهة من اللي حصل لي، كرهت مرايتي معدتش طايقاها. كان لازم بالعقل احسبها قبل ما اهين نفسي واعذبها، لازم بالعقل احسبها قبل ما اهين نفسي واعذبها. والفرصة اللي تسيبني اسيبها ما افضلش وراها. اسفة يا قلبي عشان سلمتك لقلوب مش بتحس، مالهمش في طيبة ولا مشاعر، ليهم الشكل وبس. اسفة يا قلبي عشان سلمتك لقلوب مش بتحس، مالهمش في طيبة ولا مشاعر، ليهم الشكل وبس. جرحونا انا وانت وخدعونا، نسيونا ولما افتكرونا كشفوا لنا حاجة، خلونا عالرف بنترص، عالرف بنترص. جميلة جميلة، أنا عارف إنك سامعاني، وكان لازم هيجي اليوم يا بنتي وتعرفي إنك جميلة وإنتي على حقيقتك، وأي حد يحبك لازم يحبك زي ما إنتي كده بالظبط. انا محدش حاسس باللي انا حاسه بيه. إزاي؟ ده أنا ماليش غيرك في الدنيا يا جميلة. حرام يا بنتي تقولي الكلام ده، أنا عارف إن إنتي عايزة تتغيري،
الإنسان ممكن يغير نفسه من غير ما يأذي نفسه أو يأذي اللي حواليه. جميلة يا بنتي، انسي تجربة الحجر ده خالص وما تجربهاش تاني. أنا خايف عليكي. هنساه؟ حاضر يا بابا هنساه. برضه مش هتاكلي؟ جميلة ما تزعليش نفسك، الزعل وحش علشانك وانتي مش ناقصة تخن. انا مش عارفه ابدا منين. ابدأي بالبسطرمة. بسطرمة ايه؟ انا مش عارفه ابدا حياتي تاني ازاي، انا انتهيت. كملي في الدايت، الإنسان الطبيعي ممكن يخس 1.5 كيلو في الأسبوع. يا جنى انا محتاجه اخس 30 كيلو، يعني بالمعدل ده هخس بعد سنه. جميلة ما تقلقيش، التخان قوي زي كده بيخسوا في الأول بسرعة. اكيد في حل تاني. طب فاكرة كلام الدكتورة شروات؟ عملية التجميل؟ أيوة، مفيش قدامك غيرها. اوعي تفتكري إن كريم هيحبك وانت في جسمك ده. جميلة، انت ممكن تكوني إنسانة طيبة وكويسة وعبقرية، لكن لازم تهتمي بنفسك. الشباب بيحبوا كده، اسأليني أنا على صنفهم. تنفجري؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ معرفش، انا سمعت كده. يا جميلة يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها كده خالص. وبعدين ده انتي انسانة مثقفة، ده انتي عالمة في الكيمياء حسب ما سمعت من الدكتور. ما ينفعش ابدا تبقي زي العيال الصغيرة اللي يخافوا من الحقن. بصراحه انا فكرت اعمل العمليه دي لما كل الابواب اتقفلت في وشي. يا حبيبتي ده انتي انسانة جميلة ومؤدبة وعبقرية واي حد يتمناكي. بجد؟ مش بجد قوي يعني. شوفي يا حبيبتي، الجمال ده نعمة من عند ربنا، ولازم يبقى موجود جوه البني آدم قبل ما يبقى في شكله. والطب دلوقتي اتقدم جدا، والتخسيس الطبيعي في حالتك صعبة قوي، محتاج وقت ومجهود وإصرار. وبما انك بقى فشلتي في كل الحاجات دي مفيش قدامنا غير العملية، والحمد لله ان انت قدرتي تتغلبي على خوفك من العمليات. خلاص انا رجعت في كلامي يا دكتور، انا ماشيه. اهدي، ايه يا جميلة؟ هنعمل زي العيال الصغيرة ولا ايه؟ انا خسيت خلاص، اهو خسيت. خسيتي ايه؟ اهدي يا حبيبتي، ريلاكس ريلاكس خالص، ما تفكريش في اي حاجة. ده انت هتصحي تلاقي نفسك واحدة تانية خالص.
ايه رأيك؟ شفت انك ما انفجرتيش ولا حاجة؟ يا حبيبتي زي ما قلت لك الجمال هو الجمال الداخلي من جوه. انا متشكره قوي يا دكتور. مبروك يا حبيبتي. ايه ده؟ معقولة؟ انتي بنتي جميلة؟ ايوه يا بابا انا جميله. مش وقته دلوقتي يا مشاعر ابوه وبنوه، يلا بسرعه روح الحقي كريم قبل ما يطير من ايدك. الدكتورة شروات لتجميل أي ست. دكتور أينشتاين ملك التفاعلات المتبادلة. أهلا أهلا يا دكتور. شفت بقى المعجزة اللي أنا عملتها لبنتك؟ الحقيقة أنا حاولت أخليها تخس من يوم ما اتولدت، لكن إيديكي تتلف في حرير. صحيح، ادي العيش لخبازه. خبازه؟ إيه الألفاظ البيئة دي يا دكتور؟ بقول إيه؟ ما تيجي نروح التبت. تبت؟ اه. كريم 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 ارجوك بص لي. برافو، واضح ان انت عملت اختراع جديد. كريم انا انت ايه؟ انت مين اساسا؟ ويا ترى اسمك ايه بقى المره دي؟ وتقربي الجميله ولا لا؟ ماليش اسم جديد، انا جميله. جميله اللي حبيتك طول عمرها وما كانش عندها غير حلم واحد بس، هو انت. انا مش قادر اصدق نفسي. انت بتشبعيش كده؟ كريم انا اسفه، انا عملت كل ده عشان بحبك. ارجوك حاول تسامحني. انا كمان اسف. كان ممكن تصارحيني من الاول على فكره، بس انا مبقتش واثق فيكي اصلا. كريم ارجوك، انا جميله. جميله اللي قلت لها انا شفت نفسي فيكي لاول مره. انا قلت الكلام ده لجنى مش لجميله. جنى هي جميله وجميله هي جنى، الفرق الوحيد في الشكل. مش انت اللي قلت ان مهم الجمال الداخلي؟ انا قلت الكلام ده لجنى لان انا كنت مصدقها. عارفه وانا مع جنى كنت بشوف جميله، كنت بقعد اكدب نفسي، كنت بحس بجزء من روحها. انا مش عارف انا حبيت مين فيكوا اصلا. خلاص اللي يريحك، بس ارجوك حاول تفتكر لي اي حاجه حلوه يمكن تقدر تسامح. جميله جميله، استني. ما انت لو مشيت انا هفضل اسقط طول عمري. عادي بقى، احنا عندنا كام كريم؟
نكون عايشين